ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه بيتزا طعمها وريحتها حلوه قوي والله يا حبايبي. طبعا كلكم ستات شاطره وبتعرفوا تعملوا كل حاجه في بيوتكم، بس احنا بنتعلم من بعض الحاجات البسيطه. وانا غلطت غلطه كبيره قوي في البيتزا دي، فعايزاكم تسمعوا الفيديو للاخر وتشوفوا الغلطه اللي احنا غلطناها انا وشيماء بنت، علشان ما ترجعوش تندموا بعد فوات الاوان. وكمان هنضيف على البيتزا ديت اضافات بتغير طعمها خالص 180 درجه، وبتخلي طعمها اجمل من الجاهزه بكتير والله يا حبايبي، وبتعلي القيمه الغذائيه معاكي. وباذن الله بعد ما تشوفوا طريقتنا هتطلعوا مستفيدين جدا من الفيديو، عارفين كل اسرار نجاح البيتزا معاكي، وبرضه هتعرفي لو عملت ايه زينا كده البيتزا ممكن تفشل معاكي. بصوا يا حبايبي، هعمل بيتزا النهارده ان شاء الله مع شيماء بنتي، هي اللي تعملها لنا. اول حاجه هنحطها، حطي يا شيماء كده معلقه ونص خميره كبيره، لو انت هتعملي كيلو دقيق يعني، او تعملي بيتزايه كبيره او بيتزايتين كبار، ومعلقه سكر كبيره. واللبن دفناه، لبن رايب اهو مقطع، اي لبن مشرش عندك تعملي بيه البيتزا بيديلها طعم حلو قوي. حطي يا شيماء. الحمد لله. نقلب كده. هنضيف بقى اضافه حلوه قوي، لو انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها، لو مش عايزين تضيفوها اللي يريحكم. بيض. استنى كده يا شوشو، هنحط على البيض بس الاول، نحط عليه شويه توم باودر، معلقه كبيره، معلقه توم باودر، نص معلقه فلفل اسمر. ما بتحطوش بصل ليه؟ هنحط نص معلقه زنجبيل، معلقه بصل بودر كبيره بقى. بقى شويه خل، يعني لو عيالك مش بيحبوا البيض حطي 3 4 بيضات كده على البيتزا، بس تضيفي عليها الاضافات ديت مش هيبقى فيها زفاره خالص. خلاص يا شيماء، وتقلبيها كده. يلا نجيب الدقيق بقى. طبعا الدقيق نخلينه كويس ونظبطينه، هنضيفه بقى، وبعد كده تضيفوا الميه شويه بشويه. هات الملح كده، يا رب النور ما يطفاش، بس حكم النور ده خاين قوي. شويه ملح. المطبخ طلع سهل اهو. بس كده. شويه زيت، كنا هننسى الزيت. ايوه بس. هنحط مثلا زي ربع كوبايه زيت كده، ممكن تستبدلي الزيت بالسمنه. يلا حط الدقيق. ما بتحطش هنا باودر، ما بتحطش بيكنج باودر؟ لا 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 لا، الدقيق نخلينه يا جماعه دقيق غله، احنا بنستخدم دايما دقيق الغله. يلا الدقيق هيجيني بايدك على طول، بلاش معلقه، هيلزق. ما يلزق ايدك، هتفك اصلا اول ما تفضلي تعجني وتلتي ايدك هتطلع لوحدها. بسم الله، سمي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى يا جماعه على عجين بنت شيماء، ارجعي لورا عشان خيالك جاي. بصوا بتعمل ازاي اول مره تعجن. انا عايزه. لا عجنه قبل كده توست. بس توست حاجه صغننه، حاجه كده قد كف الايد. انت مش هتعرف تعملي وانت واقفه كده، انت عايزه تقعدي صح؟ خلوا العجينه لينه خالص، يعني هي لسه عايزه ميه كمان. طبعا الدقيق بيختلف عن بعض، في دقيق بيبقى سوائل كتيره، وفي دقيق بياخد سوائل بسيطه خالص. فدايما نحط السوائل الاول كده شويه صغيرين، وبعد كده حط الميه جنبك او اللبن، ويضيف شويه بشويه. لو ما عندكيش لبن حليب او لبن رايق وعندك لبن بودره، ممكن تضيفي على الدقيق معلقتين لبن بودره. ولو ما عندكيش خالص اعملي بالميه والزيت عادي، تبقى حلوه خالص. تعبتي؟ هكمل انا بقى. لا انا عايزه اقعد على الارض. تقعدي على الارض. السلام عليكم، مع السلامه، هرجع لكم بعد ما نخلص. بصوا يا حبايبي بقى، هنحط شويه زيت هنا كده في البوله، علشان شيماء اصلا بتعجن فيها، هي البهدله فيها احلى بهدله. هتعيشوا هنا بقى. يلا كده، يعني قاعده تعجن فيها حوالي تلت ساعه. ايوه حط بقى، بس كده حلوه يا شوشو. تسلم ايدي. ايوه كده. كده. هي مالها ملزقه كده ليه؟ مش انت قلتي هتتفك؟ هتفك انت بس ايدك اللي ملزقه، بس هي كده خلاص اهي. متلزقش في ايديا علشان ايدك فيها عجينه. وريني ايدك كده، ايدها برضو ثابته، مفيهاش غير الحاجات البسيطه دي. فالعجينه ما شاء الله كده حلو. في الاخر بس نحط عليها شويه زيت كده علشان تمسكش في البوله معاكي. ما شاء الله شايفين؟ انا اللي عاملاها عشان شوشو اللي عاملاها. ايوه كده. المهم بقى يا حبايبي، هنسيب العجينه ديت تخمر كده لمده ربع ساعه، على ما نقطع حاجات البيتزا التانيه كده يا شوشو. طبعا كلكم عارفين البيتزا بتحط عليها ما جبنه شيدر نقطعها كده صغيره، وشطه لان احنا بنحب البيتزا حراقه شويه، وفلفل وطماطم والزيتون. طبعا لو عندك كميه صغيره زي حالاتنا كده، لان احنا هنعمل صينيه كبيره. بتقطعي الشريحه 2، احنا بنعمل الشريحه 2 يعني عشان تاخد الصينيه كلها. هنعمل صينيه مقاسها اكتر من نص متر، كبيره خالص. دلوقتي هتشوفوها يا حبايبي. هنقطع بقى على ما العجينه تخمر ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا عملت الكاتشب بتاعه بتاع البيتزا. حطيت عليهم ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه بصل باودر،
يعني ايه ذره زنجبيل كده صغيره. الزنجبيل بيبقى حلو قوي على الكاتشب او الصلصه اللي انت بتعمليها، وشويه ملح صغيرين ومعلقتين خل في الاخر، وخلاص كده هطفي عليها واسيبها تبرد بقى. وبعد كده ايه نحطها على البيتزا الاول كده افضل لك. لما تجيب الكاتشب جاهز، الكاتشب الجاهز مبيبقاش صحي وكمان غالي. بصوا يا حبايبي، بتحط شويه زيت كده في الصينيه وتدهنيها. شوف الصينيه بتاعتنا كبيره خالص، يعني حوالي كام سنتي دي؟ هتعملها 70 سنتي، اكتر من نص متر. العجينه بتاعتنا بقت لسه ما اختمرتش عشان احنا جعانين ومستعجلين، فهنحطها تخمر في النار يعني. العجينه تحت الصينيه. احنا طلعنا في البلكونه طبعا عشان النور طفى. عايزه اشوفها اهو افتحي كده يا حشوشو. ايه ده يا ماما؟ توته مستعده بتلعب فيها كل شويه تقول لي لسه ما خمرتش يا ماما. هي تخمر ان شاء الله في الفرن. هنرصها في الصينيه كده ونسيبها شويه. طب يلا. انا بعملها مختمره خالص والله. انا عملت ولا مره كده. ولا مره والله، بس مش عارفه المره دي الخميره فيها مشكله. انا هعمل انا ماما. كنت طلعت تقعدي فوق لو سمحتي يا حبيبتي. سيبها تعمل معانا يا معلش بس عشان معلش، ده هي ايدها فيها بركه. سيبها تعمل. ايه المشكله ما تعمل معانا؟ اعملي يا بنتي. اعملي عشان تبقي شاطره، ما تبقيش خايبه زي التانيه دي خالص. ثانية مين؟ زي التانيين الاثنين قصد. ما هي بتبص لك بقى تقول كل ما اقول لها اعملي حاجه تقول لي الله اكبر العظمات لله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. كل ما اقول لها اعملي حاجه تقول لي شيماء ما بتعملش. مش معنى انت هتجيبها ماما؟ فردت خلاص ما شاء الله بسرعه ازاي. هنسيبوها لمده 5 دقايق كده على ما ترتفع شويه، علشان ايه هي ما اختمرتش في البوله بتاعتها. احنا مستعجلين وبرده شاكه في الخميره. بس انا والله عامله بالخميره العيش الكايزر كانت حلوه، عاملاها من حوالي اسبوع كده، ممكن تكون في مسافه الاسبوع ده باظت. ممكن والله، كل شيء جايز في الايام دي عادي. بس كده اتفردت اهيت. هنسيبها لمده 5 دقايق وبعد كده نحط الكاتشب. سيبناها لمده 5 دقايق اهو، يعني ما كملناش ال5 دقايق يعني عشان ما نبقاش كذابين. هما دقيقتين 3 كده بس يعني الاذان خلص ورددناه، علشان حرام يكون الاذان بيأذن وانت عماله تشتغلي من غير ما تردديه. بس الكاتشب بتاعي اللي انا وريته لكم ما شاء الله. الله على الجمال. الله الله. ما تحطش الزيتون دلوقتي، ما تحطوش دلوقتي عشان ما ينشفش. حط البيتزا في الفرن الاول كده شويه. انا نظامي كده في البيتزا يا جماعه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا والله. بدخلها الاول كده الكاتشب والفلفل والطماطم على العجينه، وتدخلها على درجه حراره عاليه وتسيبها لمده مثلا زي 7 دقايق كده. تهدى النار طبعا اول ما تدخليها، ما تسيبهاش على درجه حراره عاليه، بس الفرن يكون سخن جامد يعني. وبعد كده تسحبيها وتحط لها الجبنه الشيدر والزيتون، وتسيبيها لمده 5 دقايق بالزيتون والجبنه الشيدر. بعد ال5 دقايق الشيدر بالزيتون تسحبيها وتحطي ايه الجبنه الموتزاريلا، تسيبها بس لمده 5 دقايق برضه. يعني 5 دقايق جبنه موتزاريلا، 5 دقايق جبنه شيدر وزيتون، 7 دقايق كده و8 دقايق في البدايه بالطماطم بالفلفل بالعجين. يعني كلها كده بتاخد زي مثلا ايه حوالي تلت ساعه كده او 17 دقيقه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادخلها بقى في الفرن ونرجع تاني ايه نسحبها ونحط الحاجات التانية. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا مولعه الفرن على اخره وهديبها خالص اهو. نار هاديه من فوق ومن تحت اهي، ومن تحت برضه تبقى ايه معقوله كده. بصوا حبايبي، بعد 7 دقايق او 8 دقايق كده طلعتها وطفيت عليها من تحت. هبدا بقى ايه احط لها الجبنه الزيتون وازقها كده لمده 5 دقايق، وبعدين اسحبها احط الموتزاريلا برضه لمده 5 دقايق عشان بس تمط كده وتسيح. وبالهنا والشفا. طلعتها يا حبايبي، حطيت عليها جبنه موتزاريلا اهي. طبعا ما تجيب جبنه موتزاريلا هاتيها نوعيه نضيفه. اللي انا جايباها سايبه اهي اهي، مسكت في بعضها جامد. مش جبنه نظيفه، ماسكه في بعضها كتله ازاي مش عارفه اصلا احطها. احنا كنا بنجيب دايما جبنه زهره الوادي. جبنه زهره الوادي دي حلوه قوي، حتى لو طلعتها بره التلاجة او الفريزر بتلاقيها سايبه بعضها. اما السايبه دي مش صراحه مش نظيفه. ما تجيبيها ماركه معروفه وتكون غاليه شويه وتديك النتيجه الحلوه افضل ما تجيبها رخيصه وما تبقاش حلوه كده. المهم بقى يا حبايبي، الغلطه اللي حصلت هنا ايه وخدي بالك منها قوي، حبيت اقول لكم عليها. انا كان ممكن اصور لكم البيتزا دي
واوريكم شكلها وخلاص من غير ما اقطعها، واوريكم ايه اللي حصل فيه. بس احنا لازم زي ما بنطلع الحلو نطلع الوحش، لان الحلو كله بيعمله، لكن الوحش محدش بيطلع يقول انا عملت الوحش، ما تعملوش. بس انا هقول لكم بقى على الغلطه اللي انا غلطتها علشان تاخدوا بالكم. طبعا انا قلت لكم هنحط البيتزا في النار وهتخمر وكده، يعني ما خمرتش يا جماعه، هبطانه خالص اهي وملكومه ببعضها. فعجينه البيتزا لو ما خمرتش معاكي اوعي تيجي جنبها، ارجعي تاني حط لها خميره وعجيناها تاني، مش مشكله. بصوا بقى عشان ما تغلطيش غلطتي ديت، انا دايما بختبر الخميره، بعمل لها اختبار الاول، بحط السكر على الميه الدافيه او اللبن الدافي مع الخميره واغطيها واسيبها لمده 10 دقايق كده ولا 7-8 دقايق، واسيبها كده. لو لقيت عملت فقاقيع بعرف ان الخميره بتاعتي ناجحه. واسيبكم فقلت عليكم مثبت برضو طريقه العيش الكايزر، هتلاقوني برضو كنت عامله الاختبار ازاي، وطريقه البيتزا برضو عاملاها قبل كده. ما شاء الله العجينه بتاعتها كانت حلوه خالص يعني، ما شاء الله يا حبايبي. كده خلاص خلصنا البيتزا. طبعا الجبنه ما ساحتش لانها مش نظيفه اصلا، جبنه من الوحشه، فعشان كده ما ساحتش كده وبقت حلوه. اغطي عليها بقى تبرد لمده 5 دقايق كده برضو عشان تبقى طريه، واقطعها واوريها لكم. اقسم بالله العظيم من اجمل البيتزا اللي انا عملتها في حياتي في طعمها هي كانت البيتزا دي. ضيف الاضافات دي وهتنبهري بالطعم، لكن مش ديت اللي انا عملتها معاكم. اللي انا عملتها معاكم طبعا طلعت مسندقه ومش حلوه خالص لانها ما انتفختش، ما خمرتش قصدي. فانصدمت بقى، انصدمت وانا بقطعها كده فما صورتهاش. فدي كانت واحده تانية. لازم العجينه بتاعتك تخمر، اوعك تعملي بيتزا او اي مخبوزات غير لما تلاقيها خمرت كده وبقت منفوشه وحلو. وبالصحه والعافيه على قلوبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. واعملوا البيتزا بالطريقه ديت، بس لازم تختبر الخميره بتاعتك، وباذن الله هتاكلي والله اجمل بيتزا ممكن تكوني اكلتها في حياتك من دي بتاعت الخضار طبعا. اما اللحوم والحاجات ديت اكيد بتبقى اجمل. بصراحه انا عمري ما جربت بيتزا اللحوم. شايفين البيتزا منفوخه عامله ازاي؟ شفتوا العجينه اللي كانت في اول الفيديو؟ هي دي، علشان كانت مظبوطه ومعموله صح. وكده خلصنا الفيديو يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا منه وعجبكم ونال رضاكم. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم ولسه ما شجعتونيش وحطيتوا لي اللايك، تعملوا له لايك وتعملوا شير للفيديو ده، والله الكل يستفاد منه، لان فيه الحلو وفيه الوحش. وكان ممكن اقول لكم هي دي البيتزا، بس انا ما بحبش اكذب عليكم في حاجه خالص، وحبيت اوريكم الحلو والوحش عشان تاخدوا بالكم. وبس كده يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبشكر الناس الحلوه اللي بتسمع الفيديو لحد الاخر. مع السلامه.